السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا قناة القراءة أسرار وحكايات. النهاردة يا جماعة هكلمكم على مسلسل سر الباتع. مسلسل سر الباتع هو قصة من مجموعة قصية ألفها كاتبنا يوسف إدريس رحمة الله عليه. المجموعة القصية اسمها حدث الشرف. آخر قصة في المجموعة القصية دي هي سر الباتع، وهي قصة تاريخية حقيقية لأحد المقاومين في الحملة الفرنسية. بيحكي يوسف إدريس عن طفل اسمه يوسف، برضه ما تعرفش بقى يوسف هل هو يوسف إدريس نفسه ولا يوسف حد تاني. إن كان في ضريح في إحدى القرى اسمه السلطان حامد. الضريح ده كان كبير قوي، كان شكله ملفت، واضح إنه كان له شخص طويل قوي. فكان بيتساءل مين هو السلطان حامد اللي كان في قريته ده. وكان القاسم المشترك بين الأشخاص وبعضها السلطان حامد. يعني مثلا ست راح تشتري سمك، تقول له مثلا بكام الحاجة الفلانية، يقول لها مثلا ب10 جنيه مثلا. تقول له عشان خاطر السلطان حامد، يقول لها ب8 جنيه مثلا. القداسة دي لفتت نظر الطفل يوسف. مين هو السلطان حامد ده؟ كان شيخ ولا سلطان ولا حد من الأولياء؟ محدش يعرف له كرامة. فكان القداسة دي كانت لافتة نظره قوي. في مرة من المرات يوسف، الطفل يوسف ده، راح عند جده الكبير، لقى عنده واحد من الدراويش أو كبار السن جاي من الفيوم ورايح يحج. فسأل الطفل يوسف ده جده الكبير، بيقول له مين الراجل ده؟ قال له الراجل ده من أولاد السلطان حامد. فيوسف ما صدق، زي ما يكون لقى لقيه. فسأل الدرويش ده أو الراجل اللي رايح يحج ده مين هو السلطان حامد؟ قال له السلطان حامد ده اللي حارب العدويين. قال له عدوين مين؟ قال له ما تعرفش العدويين مين؟ امال بتعلموا ايه في المدارس؟ وحكى له قصة أشبه بالأساطير كده، غريبة عن السلطان حامد. قال له السلطان حامد رجله في الأرض ودماغه في السماء، وقعد يحارب الأعداء لوحده. الأعداء ما عرفوش يعملوا معاه أي حاجة مع السلطان حامد، لغاية لما قرر واحد منهم كبير في السن، قال لي احنا لازم ننجس الراجل ده عشان نعرف نقتله. فقالوا له ازاي نقتله؟ قال لهم ان هو سوري في اللفظ هيتبول على رجله، وانتوا تقطعوا رجله بالسيف. فعمل كده فعلا، قطع تبول عليه اول على رجله اليمين، قطع رجله بالسيف. فعلا عمل كده على رجله التانية، قطع رجله. كل ده السلطان حامد مثلا لما يتقطع رجله اليمين يقول لهم وماله، انا عندي رجل تانية، انا حامد ربنا. رجل يقطعوا الرجل التانية يقول لهم وماله، انا عندي ايديا الاتنين. وكل ما تتقطع حتة من جسم السلطان حامد يطلع بدالها راجل يحارب العدوين، لحد ما انتصر السلطان حامد هو واللي معاه على العدوين. وبعد ما انتصر السلطان حامد توفى. يوسف استغرب من الحكاية قوي وما قبلهاش. حكاية كده عاملة زي الايه، زي الاساطير. كبر يوسف، الطفل يوسف، ودخل كلية الطب، وبدأ يسأل ويروح المكتبات. هل في حكم حد في مصر اسمه السلطان حامد؟ ما لقاش إجابة، ما وصلش لحاجة. وهل طيب في شيخ اسمه السلطان حامد؟ برضه ما وصلش لحاجة. فلدرجة ان زمايله في الكلية بقى يتنضروا عليه، ما شاطش السلطان حامد، مش عارف ايه السلطان حامد. اتخرج، وبعد كده اتعين سنة 56 ايام العدوان الثلاثي في مصر. كان بيخدم في مستشفى، وهناك قابل سيدة فرنسية أجنبية كانت بتتعالج. فكان بيروح بعد ما يخلص النبطشية يتعلم فرنسي ويتكلم ويدردش معاها شوية في الثقافة، لغاية لما اتعالجت وخلاص هتسافر. فقالت له مش عايز حاجة يا دكتور؟ قال لها أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس. قالت له إيه؟
قال لها عايز اعرف اي حاجة عن السلطان حامد. الست استغربت شوية، وهو نسي الموضوع، مشاغل الحياة. وبعد 6 شهور جاله جواب من الست الفرنسية، قالت له يا دكتور انت وقعت على كنز وانت مش واخد بالك، وعرفت لك مين هو السلطان حامد. قالت له في كتاب صدر في فرنسا بيحكي عن مراسلات مؤرخ فرنسي اسمه روجيه كليمانت، جه مع الحملة الفرنسية. كان بيحكي لصديق له في فرنسا 10 جوابات، آخر جواب ليه هو اللي جات فيه سيرة السلطان حامد. السلطان حامد كان فلاح بسيط في قرية على الدلتا اسمها شاتانوف. الفلاح ده اسمه حامد، كان طويل جدا ودائق عصافير في جبهته لونها أزرق، وكانوا الفلاحين بيعتقدوا ان العادة دي كانت بتقوي البصر. وصباع البنصر كان مقطوع، دي كانت مواصفاته الجسمانية. كان في قلعة للمماليك زمان خدوها الفرنسيين وأصلحوها وسموها شاتونيف. هي قرية أساسا كان اسمها كفر شندي، لكن وسموا القرية نفس الحكاية، لكن المصريين سموها شاتانوف. في مرة أحد الفلاحين كان موجود في السوق، وكان موجود أحد الجنود الفرنسيين. المهم الفلاح يظهر ضحكة ما عجبتش الراجل، فراح الجنود الفرنسيين راحوا ضاربينه بالنار. الراجل الجندي ده ضربه بالنار وجري على القلعة، جري وراه أهل القرية. وقائد القلعة كان اسمه بيلو. قال لهم ايه في ايه الحكاية؟ قالوا له يا تسلم لنا الجندي ده يا تعدمه. قال لهم ليه، هو عمل ايه؟ قالوا حكوا له الحكاية ان هو قتل واحد من القرية وبتاعه. كان تاني يوم الفلاحين لما لقوا ان ما تمش عقاب الجندي، قتلوا جندي فرنسي. فالجنرال بيلو اتغاظ جدا وقبض على شيخ البلد وبعض الفلاحين، وقال لهم لو ما ظهرش القاتل هقتل شيخ البلد ومعاه الفلاحين دول، واداهم مهلة. فتاني يوم ظهر الفلاح اللي قتل الجندي، كان طويل وداء عصافير ومناخيره كبيرة. الفلاح ده اسمه السلطان حامد. فقرر يعمل محاكمة الجنرال بيلو تاني يوم للفلاح حامد، وكان موجود روجيه كليمانت اللي هو المؤرخ الفرنسي اللي حكينا عليه. وقالوا له انت يا روجيه، انت عشان انت دارس قانون انت اللي هتدافع عنه، يعني انت هتعمل محاكمة سورية يعني، عشان هو دارس قانون. اتعملت المحاكمة، وزي ما بيقولوا روجيه يا ريتها ما اتعملت لانها كانت مضحكة وكانت شكلها وحش جدا. وهو بيدافع عن حامد فجأة هجم الفلاحين على المحاكمة، وحصل فوضى شديدة لدرجة ان الجنود الفرنسيين من شدة رعبهم تبولوا على نفسهم، برغم ان هو استغرب جدا. الجنود دي ياما فتحوا النمسا وفتحوا اجزاء من اوروبا، شوية فلاحين بنبابيت جريوا على القلعة، جالهم مرض نفسي اسمه فوبيا الفلاحين، وقدروا الفلاحين يهربوا حامد. الجنرال بيلو عمل اجتماع بجنوده، قال لهم حامد ده لازم يظهر، لازم يتقبض عليه. قعدوا يبحثوا عن الفلاح مش لاقيينه. فبيلو عمل نفس الحركة، قبض على شيخ البلد وقال لهم لو ما ظهرش حامد هقتل شيخ البلد. وفعلا جنرال بيلو تاني يوم فعلا أطلق الرصاص على شيخ البلد. هنا الفلاحين قالوا ان حامد مش هيقتل جنرال بيلو بنفسه، وبدأ يقولوا اساطير ان هو فعلا هيقتل الجنرال بيلو ومش هيسيبه. يعني الجنرال بيلو ما اهتمش طبعا، لان يعني فلاح، هو كان بيمشي الدورية بتاعته، كان بيمشي وسط جنوده. لكن تاني يوم فعلا رجع محمول ورجع مقتول. مين اللي عرف بالموضوع؟ نابليون بونابرت. بعت النائب بتاعه جنرال كليبر. فعلا جه كليبر وحاصر الدلتا كلها،
واكتشف الجنرال ان الموضوع صعب مش سهل. ليه؟ لان الفلاحين كلهم دقوا عصافير زي حامد وقطعوا صباعهم البنصر عشان تبقى العملية صعبة. كل واحد كل ما يوم يجي يقبضوا على واحد يطلع مش حامد. طب مين اللي عارف حامد؟ ها؟ الحارس اللي هو قبض عليه، لما اتقبض على حامد اول يوم وباتوا معاه عليه، كان في حارس شافه. ها؟ حارس فرنسي شافه، فهو ده اللي عارف شكل مين حامد. فكل مرة يقبضوا على حد يطلعش حامد. اكتشف كليبر ان في عصابات كتيرة اسمها حامد، وشباب مسمين نفسهم اولاد حامد. ده غير الفلاحين كانوا بيسيبوا زراعة القمح علشان حامد ممكن يستخبى في الغيطان لانه كان طويل. مش بس كده، كل بيت في القرية في غرفة او اوضة للسلطان حامد. مش بس كده، كان له عروسة كمان عشان يخش اي بيت يتجوزها. واندهش كليبر حتى المساجد كان في اخر الاذان كان بيقول الامام ايه؟ اللهم اني لك حامد. كليبر كان هيتجنن. لا، الموضوع كده مش بسيط. المهم في عسكري بسيط في السوق قابل حامد في السوق. ازاي؟ وهو نازل في السوق عادي جدا لقى حامد. مين الجندي ده؟ الحارس اللي شاف حامد. اول ما شافه راح رفع البندقية وقتل حامد وجري على القلعة من الفلاحين. الفلاحين شالوا جثة حامد وعملوا له مقام كبير. كليبر اتضايق جدا وأمر الجنود إن هم يطلعوا الجثمان ويرموه في النيل عشان ما يبقاش له مقام. لكن الفلاحين كانوا مراقبين الفرنسيين، جابوا الجثمان وعملوا مقام جنب النيل وعملوا شموع، والناس بدأت تزور السلطان حامد. كليبر ما سكتش، أمر جنوده بأن هم ياخدوا الجثمان ويقطعوه حتت ويرموه كل حتة في الدلتا. لكن الفلاحين تاني يوم عرفوا القصة وبدأوا يجمعوا الأجزاء من جسمه وبدأوا يعملوا مقامات لحامد. اللي اتأثر قوي بالحكاية دي المؤرخ الفرنسي روجيه كليمان، لبس الجلباب المصري وجاب شمع وبقى يروح على مقام السلطان حامد. في ناس بتقول ان هو قعد في مصر وكمل في مصر وعمل المراسلات دي من مصر. في ناس بتقول ان هو رجع في فرنسا. دي كانت حكاية السلطان حامد، ودي كانت حكاية قصة سر الباتع. الغريب في المسلسل ده ان خالد يوسف عمل حاجة لطيفة قوي. اولا كان في علاقة سيئة جدا بين محمود أبيل وحسين فهمي. كان في قطيعة بينهم من بعض. الغريب في الامر ان جمعهم في مسلسل واحد. هنشوف المسلسل ده هيتم فيه ايه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.